تفتكر يا اخويا الزمالك عنده فرصة ان هو يشارك في كاس العالم للأندية سنة 2025؟ ايوه طبعا عنده فرصة كبيرة كمان ان هو يشارك في البطولة. امال بس كل الناس بتقول مستحيل ان الزمالك يشارك في البطولة دي. انت عارف المشكلة في ايه يا اخويا؟ المشكلة ان جمهور الزمالك اصلا ما يعرفش يعني ايه كاس العالم للأندية، مفكرها كاس العالم للأدوية. بس بجد والله تفتكر ايه الحل ان الزمالك يروح البطولة دي؟ عايز الحل يا اخويا؟ عيوني الحل ان الزمالك يكسب اول حاجة الكونفدرالية، وده طبعا عند عقلية نادي الزمالك شيء مش عارف اقول لك هو موجود ولا مش موجود. الاهم من ده كله يا اخويا وهو ان الوداد والرجاء والترجي وسان داونز وشباب بلوزداد وسيمبا التنزاني واتليت وبيراميدز يخرجوا من دور المجموعات في بطولة افريقيا. ساعتها الزمالك يخش كاس العالم 25 وهو حاطط الرجل على الرجل. امال كل ده عشان الزمالك يروح كاس العالم للأندية؟ ده الموضوع صعب قوي. هو نادي بوزو مقتوم الله الوكيل، ده حتى لما دخلوا البطولة بتاع كاس العالم يا اخويا اتلغي. الحمد لله ان هم براها، خليها كده يا اخويا شغالة البطولة وبنشوف الاهلي وبنشوف الدنيا وبنشوف المتعة، بلاش قرف.